السلام عليكم. أنا عارف إن المقدمة المفروض تكون أكثر حماسية من كده، ولكن اعذرني. إحنا بقالنا أكتر من أسبوعين ما نزلناش حاجة على القناة، وده لسبب أنا حاليا بمر بأزمة مالية. وفي احتمال إن أنا ممكن يعني أدخل السجن. أنا الحمد لله راضي بقضاء ربنا، والمفروض إحنا كلنا في اختبار. فالحمد لله. أنا بس محتاج من حضرتك تدعيلي الفترة دي، ولو حضرتك قادر تدعم القناة ماديا من خلال ميزة سوبر ثانكس، مش هنسى لحضرتك المعروف ده، وإن شاء الله هردهولك في المحتوى القادم إن شاء الله لو قدرت أخرج من الأزمة دي. الجزء اللي جاي من الفيديو ده كنت مسجله قبل ما تحصل المشكلة، وإن شاء الله تستمتع بيه ويكون مفيد بإذن الله. بعد ما تسمع الجزء اللي جاي ده ان شاء الله هسيب لك المشهد كامل برضو زي ما متعودين في قناتنا على تليجرام. رابط القناة في الوصف تحت الفيديو، ادخل وشوف المشهد كامل عشان تتمرن عليه. Hello, Joey, it's Ross. I need some help. لما اكلم حد في التليفون وحابب اقول له مين اللي بيكلمه، يعني عاوز اعرف نفسي ليه، ممكن اقول it's واسمي زي ما راس عمل كده، قال it's Ross. وممكن بدل ما اقول it's Ross اقول this is Ross او Ross here. it's Ross و Ross here اقل رسمية من this is Ross. تمام، يبقى راس اتصل بجوي وقال له جوي it's Ross I need some help. يا جوي إنه راس، أنا أحتاج بعض المساعدة. Joey, it's Ross. I need some help. Joey, it's Ross. I need some help. Joey, it's Ross. I need some help. فجوي هيقول له Chandler's not here. Well, you can help me. Chandler's not here، يعني Chandler مش هنا. وزي ما حضرتك ملاحظ كده ما قالش Chandler is not here، خطفها وقال Chandler's not here. فرد عليه وقال له well you can help me، انت تقدر تساعدني. غريب، انا عاوز اي حد يساعدني مش شرط Chandler. Chandler's not here. Well, you can help me. Chandler's not here. Well, you can help me. Chandler's not here. Well, you can help me. للأسف راس هيندم انه خلى جوي بالذات هو اللي يساعده. Okay. Listen, I'm in Elizabeth's bathroom. Nice. فطبعا جوي استغرب كده وقال ايه اوكي انت عاوزني انا اللي اساعدك؟ طيب تمام. فراس قال listen I'm in Elizabeth's bathroom، انا في حمام إليزابيث، هو في حمام صديقته. فجوي صايع قال له نايس، يعني جميل، حلو انك في حمامها. Okay. Listen, I'm in Elizabeth's bathroom. Nice. فراس هنا هيقول له No, I got really hot in my leather pants, so I took them off. got هنا الماضي بتاع get، وكلمة get دي ساعات بستخدمها مع الصفات عشان نغير حالة الصفة دي. يعني ايه؟ كلمني عربي مش فاهم. يعني لما اقولك مثلا I'm angry، angry دي صفة ومعناها غاضب. لما احب اقول ابقى او اصبح غاضب بقول I get angry. نقول مثال عشان توضح، بنقول مثلا I get angry when people are rude، يعني انا ببقى غاضب لما الناس يكونوا وقحين. يبقى get هنا غيرت الصفة angry غاضب وخليتها يبقى غاضب أو يصبح غاضب. تمام؟ I'm hungry أنا جائع. I get hungry أنا ببقى جائع أو أنا أصبح جائع. I'm excited أنا متحمس. I get excited أنا ببقى متحمس، وهكذا. اسمع كده. They don't get hungry, they don't sleep. I do. They don't get hungry, they don't sleep. I do. They don't get hungry, they don't sleep. I do. They don't get hungry, they don't sleep. I do. Just go get happy. Just go get happy. Just go get happy. Just go get happy. I don't know. I got sad, so I left. I don't know. I got sad, so I left. I don't know. I got sad, so I left. I don't know. I got sad, so I left. I got excited. I got excited. I got excited. I got excited. طيب hot ممكن يكون ليها أكتر من معنى. المعنى اللي معانا هنا هو حران أو حاسس بالحر، فممكن أقول I'm hot يعني أنا حران. عاوز أقول أنا ببقى حران هقول I get hot. I got really hot يعني أنا حسيت بالحر جدا. فين بقى؟ in my leather pants. leather pants اللي هو البنطلون ده. leather pants. leather pants. leather يعني جلد. leather pants يعني بنطلون جلد. I got really hot in my leather pants يعني أنا حسيت بالحر الشديد في البنطلون الجلد بتاعي. هو بقى حران جدا في البنطلون الجلد اللي لابسه. وكمل وقال so I took them off. took الماضي بتاع take، وقلنا قبل كده
take حاجة off أو take off حاجة يعني يقلع أو ينزع الحاجة دي. يبقى كده لما جوي قال nice حلو إنك في الحمام بتاع إليزابيث، فقال له no لا مش اللي في دماغك ده. I got really hot in my leather pants يعني أنا حسيت بالحر الشديد في البنطلون الجلد بتاعي. So I took them off لذا أنا قلعتهم. قلنا قبل كده إن الأجانب بيشوفوا أي حاجة ليها فردتين جمع، عشان كده قال أنا قلعتهم مش قلعته. على البنطلون الواحد قال قلعتهم لأنه شايفهم فردتين جمع. تقدر تشوف الحلقة اللي هتظهر لك فوق دي لو عاوز تفاصيل أكتر عن النقطة دي، طبعا بعد ما نخلص هنا. No, I got really hot in my leather pants, so I took them off. No, I got really hot in my leather pants, so I took them off. No, I got really hot in my leather pants, so I took them off. طيب تعالى نشوف روس هيكمل وهيقول ايه. But they must have shrunk from the sweat or something, or my legs expanded from the heat. كلمة shrunk دي ال past participle أو الشكل الثالث للفعل shrink. أي فعل بيكون ليه 3 أشكال، واحد في المضارع و2 في الماضي. shrink shrank shrunk. كلمة shrink معناها ينكمش أو يتقلص، يعني ممكن أقول my shirt shrank after I washed it in hot water. my shirt shrank قميصي تقلص أو انكمش أو صغر يعني after I washed it in hot water بعد ما غسلته في مية سخنة. شوف hot هنا جت بمعنى مختلف ازاي، معناها هنا ساخن. my shirt shrank after I washed it in hot water قميصي انكمش بعد ما غسلته في ماء ساخن. شوف كده أمثلة من الأفلام على المعنى ده. My pants, they're shrinking. Get 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 I'm shrinking. I'm shrinking. I'm shrinking. I'm shrinking. Oh no, the laundry shrank your shirt. 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 طيب sweat يعني عرق أو عرق. sweat sweat. expanded الماضي بتاع expand واللي معناها يتمدد أو يوسع. ممكن نقول مثلا the balloon will expand as you blow air into it. blow يعني ينفخ، blow air يعني ينفخ هواء. the balloon will expand البالون سوف يتمدد as you blow air into it بينما تنفخ الهواء فيه. the balloon will expand as you blow air into it. Ice expands. Ice expands. Ice expands. Ice expands. I don't want to expand the restaurant. 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 We expanded our business. We expanded our business. We expanded our business. We expanded our business. جميل. يبقى كده روس بيقول But they must have shrunk from the sweat or something, or my legs expanded from the heat. But they must have shrunk from the sweat or something, or my legs expanded from the heat. But they must have shrunk from the sweat or something, or my legs expanded from the heat. لكن يجب أن يكونوا قد انكمشوا بسبب العرق أو شيئا ما. بيتكلم هنا عن البنطلون، بيقولوا المفروض يكونوا انكمشوا. البنطلون انكمش بسبب العرق يعني أو حصل حاجة. or my legs expanded from the heat أو ساقي تمددت من الحرارة. حاجة غريبة حصلت، يا إما البنطلون انكمش من العرق أو رجلي هي اللي كبرت أو تمددت من الحرارة. اسمعها كلها تاني كده. No, I got really hot in my leather pants, so I took them off. But they must have shrunk from the sweat or something, or my legs expanded from the heat. حلو. بص بقى هيكمل ويقول له إيه. But I can't get them back on, Joey. I can't. لما أقول get حاجة معينة back on يعني في السياق اللي معنا ده يرتدي الحاجة دي تاني. بقول مثلا he tried to get his shirt back on but it was too tight. tight معناها ضيق. he tried to get his shirt back on هو حاول أن يرتدي قميصه مرة أخرى but it was too tight لكن إنه كان ضيق جدا. هو حاول يلبس قميصه تاني ولكن كان ضيق جدا. he tried to get his shirt back on but it was too tight. جميل. يبقى كده بيقول له But I can't get them
back on, Joey. I can't. But I can't get them back on, Joey. I can't. But I can't get them back on, Joey. I can't. لكن أنا لا أستطيع أن أرتديهم مرة أخرى يا جوي، لا أستطيع. مش عارف ألبس البنطلون تاني يا جوي، مش عارف. فبص بقى يا جوي اللي هو إيه المفروض يساعده يعني. بص هيقول له إيه؟ Oh, that is quite a situation. كلمة quiet لوحدها كده ممكن تيجي بمعنى إلى حد ما. بنقول مثلا The movie was quite interesting. Interesting هنا جاية بمعنى شيق أو ممتع. The movie was quite interesting. يعني الفيلم كان إلى حد ما شيق، كان ممتع إلى حد ما. طيب لما أقول quiet a situation ده تعبير بيتقال على بعضه كده بمعنى موقف أو وضع صعب أو غير عادي. تعال ناخد حوار صغير كده بين اتنين عشان نفهم المعنى أكتر. ممكن الشخص الأول يقول I lost my job and my car broke down on the same day. broke down ده الماضي بتاع break down، وده فعل مركب معناه يتعطل أو يبوظ. I lost my job أنا خسرت وظيفتي and my car broke down on the same day، وسيارتي تعطلت في نفس اليوم. I lost my job and my car broke down on the same day. أنا خسرت وظيفتي وعربيتي باظت في نفس اليوم. فممكن الشخص التاني يقول Oh, that's quite a situation. هذا وضع صعب أو موقف صعب اللي انت فيه ده، خسرت وظيفتك وعربيتك في نفس اليوم. That's quite a situation. تمام، يبقى بعد ما راس قال له مشكلته مع البنطلون متوقع ان جوي يساعده، ده الطبيعي. فقال له Oh, that is quite a situation. That is quite a situation. That is quite a situation. ده موقف صعب. طيب حضرتك كده ساعدتني يعني؟ ما انا عارف ان انا في موقف صعب. عشان كده الناس ضحكت. قال له انت في موقف صعب ولا ساعده ولا عمل له حاجة. نكمل. Do you see any like powder? طبعا like دول حاجة اسمها fillers. ايه هما الفيلرز باختصار؟ هي كلمات او اصوات بنقولها عشان نملى بيها الفراغ في الكلام واحنا بنتكلم. هدفها ايه؟ نفكر. زي عندنا في العربي لما تفكر بتقول ايوه المكان ده كويس، فانت بتفكر بتعمل دي اسمها fillers، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده. Do you see any like powder؟ هل ترى أي powder؟ كلمة powder معناها بودرة أو مسحوق، يعني البودرة بتاعت الوش دي اسمها face powder. في بودرة كده بتتحط على الجسم عشان تمتص الرطوبة أو الزيوت من الجسم اسمها body powder. مسحوق الغسيل اللي بنغسل بيه الملابس اسمه washing powder. washing powder. حتى في مصر لما ست الوالدة كانت تحب تعمل كيكة أو حاجة من المعجنات كانت بتبعتنا السوبر ماركت واحنا صغيرين عشان نشتري بيكنج باودر، هو اسمه بيكنج باودر. بس طبعا ما تقولش كده للراجل بتاع السوبر ماركت عشان هيفتكرك اقف يا عدل يلا وكلم برجوله. انا بكلمك برجوله. اتكلم برجوله. انا بكلمك برجوله. يبقى عرفنا ان باودر معناها بودرة او مسحوق. فجوي بيقول له Do you see any like powder? Do you see any like powder? Do you see any like powder? هل ترى أي بودرة؟ قصده هنا بودرة يرطب بها رجليه من الحرارة اللي عملها البنطلون الجلد. فهيرد ويقول له Powder, yeah, I have powder. Good, okay. Powder, yeah, I have powder. Good, okay. بودرة؟ أيوة أنا عندي بودرة. فجوي قال له جيد تمام، وهيكمل ويقول له ويا ريته ما يقول له Sprinkle some of that on your legs. It'll absorb some of the moisture and then you can get your pants back on. كلمة sprinkle معناها يرش. sprinkle. شوف بنفخم ال L ازاي؟ sprinkle. بنقول مثلا she sprinkled powdered sugar on the cake. powdered sugar اللي هو سكر البودرة أو السكر المطحون اللي احنا عارفينه ده. powdered sugar. she sprinkled powdered sugar on the cake. هي رشت سكر بودرة على الكيكة. Listen, I'm gonna sprinkle your arm with holy water. Listen, I'm gonna sprinkle your arm with holy water. Listen, I'm gonna sprinkle your arm with holy water. Listen, I'm gonna sprinkle your arm with holy water. We're gonna sprinkle a little bit of this rat poison in his favorite cereal. We're gonna sprinkle a little bit of this rat poison in his favorite cereal. We're gonna sprinkle a little bit of this rat poison in his favorite cereal. We're gonna sprinkle a little bit of this rat poison in his favorite cereal. طيب كلمة absorb دي لها معاني كتير. المعنى اللي معنا هنا هو يمتص. example مثال The towel absorbs the water quickly. towel اللي هي فوطة. The towel absorbs the water quickly. يعني الفوطة تمتص الماء بسرعة.
The towel absorbs the water quickly. They'll absorb the fish smell. 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 Wood absorbs water. 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 We think it absorbed her power. 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 طيب كلمة moisture يعني رطوبة. يعني ايه رطوبة أصلا؟ بكل بساطة هي نقط المية الصغيرة اللي بتبقى على سطح حاجة زي ما حضرتك شايف كده، وبننطقها كده moisture moisture moisture. يبقى كده بيقوله بالراحة sprinkle some of that on your legs. sprinkle some of that ما بيقولش some of that. sprinkle some of that on your legs. رش بعضا من هذا على ساقيك، يعني رش شوية بودرة على ساقيك. It'll absorb some of the moisture. It'll absorb. It will بسرعة. It'll absorb some of the moisture. إنها سوف تمتص بعض الرطوبة. It'll absorb some of the moisture. وشوف برضو هنا ما قالكش some of. well some of the moisture. It'll absorb some of the moisture. إنها سوف تمتص بعض الرطوبة. البودرة دي هتمتص بعض الرطوبة. And then you can get your pants back on. ومن ثم تقدر ترتدي بنطلونك مرة أخرى. And then you can get your pants back on. نقولها كلها مرة واحدة. Sprinkle some of that in your legs. It'll absorb some of the moisture and then you can get your pants back on. بالراحة خالص. Sprinkle some of that in your legs. It'll absorb some of the moisture and then you can get your pants back on. اسمعها بقى من جوي كده. Sprinkle some of that on your legs. It'll absorb some of the moisture, and then you can get your pants back on. Sprinkle some of that on your legs. It'll absorb some of the moisture, and then you can get your pants back on. Sprinkle some of that on your legs. It'll absorb some of the moisture, and then you can get your pants back on. Sprinkle some of that on your legs. It'll absorb some of the moisture, and then you can get your pants back on. جميل جدا. فراس هنا هيقول له طبعا hold on ده phrasal verb فعل مركب ومعناه ينتظر أو يستنى. يعني نعم تمام انتظر، استنى ارش شوية بودرة كده على ساقي واشوف هيحصل ايه. وطبعا رش ومعرفش يلبس البنطلون، فبص هيقول له ايه. They're not coming on, man. coming on جاية من come on، وفي السياق اللي معانا ده بنستخدمها مع حاجة بنلبسها بمعنى يدخل. تعال نقول مثال عشان توضح. ممكن نقول مثلا her shoes usually don't come on easily. يعني حذاؤها عادة لا يدخل بسهولة. يدخل في رجليها يعني ممكن ضيق أو حاجة. Her shoes usually don't come on easily. فراس هنا بيقول له They're not coming on, man. They're not coming on, man. They're not coming on, man. هم لا يدخلون يا رجل. البنطلون مش راضي يدخل يا مان. You see any Vaseline? فاسلين طبعا ده اللي هو الفازلين. اللي مش عارفه دي حاجة كده بتدهن على البشرة عشان ترطبها. وطبعا كلمة فاسلين دي براند نيم يعني اسم تجاري. يعني ايه اسم تجاري؟ يعني مثلا المنتج اللي ان شاء الله كلنا مقاطعينه في مصر ده وهو شيبسي. شيبسي ده اسم تجاري لرقائق البطاطس. لما اجي اتكلم عن المنتج ده بقول شيبسي، ما بقولش رقائق البطاطس. يعني بقول مثلا انا لن اشتري شيبسي، ما بقولش انا لن اشتري رقائق البطاطس لما احب اتكلم عن شيبسي بالذات. فشيبسي ده اسم تجاري زي فاسلين بالظبط. اسم تجاري المنتج من كتر شهرته بقول فاسلين، ما بقولش مرطب بشرة مثلا. تمام؟ فهو هنا بيقول له You see any Vaseline? انت شايف اي فاسلين؟ فهيقول يعني ايه؟ لوشن. لوشن هو مستحضر تجميل او مرطب للبشرة سائل. الله، طب ما فاسلين برضو مرطب للبشرة، ايه الفرق؟ الفرق ان لوشن بيكون اخف شوية وبيمتص بشكل اسرع، الجلد بيمتصه بشكل اسرع، انما فاسلين ده بيكون اتخن والجلد بيمتصه بصعوبة. هو ده الفرق اللي بينهم، انما الاتنين مرطب للبشرة. نسيت اقولك انك ممكن تقول فاسلين او بتروليوم جيلي. بتروليوم جيلي الاتنين نفس الحاجة. الفكرة ان فاسلين ده الاسم التجاري اللي اتشهر بيه البتروليوم جيلي. يبقى لو سمعت حد بيقول فاسلين او بتروليوم جيلي الاتنين واحد. تمام؟ طيب احنا عارفين ان كلمة work معناها يعمل، انما هنا جاية بمعنى ينفع او بالعامية المصرية يشتغل.
I see lotion. أنا شايف مرطب. I have lotion. أنا لدي مرطب. Will that work? Will that work? Will that work? هل سينفع هذا؟ هل هيشتغل ده؟ هينفع استخدمه بدل الفاسلين؟ فطبعا قال له Yeah, sure. Throw some of that on there. Yeah, sure. Throw some of that on there. Yeah, sure. Throw some of that on there. أيوة أكيد ارمي بعضا من هذا هناك. ارمي شوية من اللوشن ده على رجليك. للأسف روس سمع كلامه وقال Hold on. Hold on. Hold on. يعني انتظر أو استنى هحطه. تندم في الآخر يا روس. Ross, you okay? Ross, you okay? Ross, you okay? روس أنت كويس؟ إيه الصوت ده أنت كويس؟ فروس هيقول له They're still not coming on, man, and the lotion and the powder have made a paste. paste يعني معجون. In a small can of tomato paste. 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 يبقى كده بيقول له They're still not coming on, man, and the lotion and the powder have made a paste. هم لا يزالوا لا يدخلون يا رجل. البنطلون مش راضي يدخل يا مان. And the lotion and the powder have made a paste. واللوشن والبودرة عملوا معجون. المرطب مع البودرة عملوا معجون زي ما حضرتك شفت. فبص جوي هيقول له ايه؟ Really? What color is it? كلمة color معناها لون. في بريطانيا بيزودوا حرف ال U هنا وبيقولوا color. Really? حقا؟ اللوشن والبودرة عملوا معجون فعلا؟ what color is it؟ ما لونه؟ لون المعجون ده ايه؟ طبعا سؤال غريب. مالك انت ومال لونه؟ فروس هيقول له What difference does that make? كلمة difference معناها اختلاف أو فرق. بقول مثلا What is the difference between lotion and Vaseline? What is the difference between lotion and Vaseline? ما الفرق بين lotion وفازلين؟ What is the difference between lotion and Vaseline? طيب في تعبير بقى مشهور جدا وهو make a difference. يعني بالعربي يحدث تغيير أو يحدث فرق. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن نقول مثلا Small changes can make a difference over time. يعني التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا بمرور الوقت. Over time معناها بمرور الوقت هنا. Small changes can make a difference over time. I'd like to help my country make a difference in the world. I'd like to help my country make a difference in the world. I'd like to help my country make a difference in the world. I'd like to help my country make a difference in the world. Maybe I made a difference. 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 What difference does that make? 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 جميل. يبقى كده بيقول What color is it? ما لونه؟ ايه لون المعجون اللي على رجلك؟ فقال له What difference does that make? What difference does that make? What difference does that make? ما الفرق الذي يحدثه ذلك؟ ده هيغير ايه في موضوعنا؟ يعني مش فاهم. انا مش عارف البس البنطلون. مالك انت من المعجون اللي اتعمل من البودرة والمرطب؟ فبص بقى هيقول له هنا Well, I'm just, if the paste matches the pants, you can make yourself a pair of paste pants and you won't know the difference. طبعا matches جاية من match واللي معناها يطابق. well I'm just أنا فقط وكان بيفكر هيقول إيه. if the paste matches the pants لو المعجون يطابق البنطلون. طبعا بيتكلم عن لون المعجون يطابق لون البنطلون. هيا جوي وإيه كمان لما لون المعجون يطابق لون البنطلون هعمل إيه؟ you can make yourself أنت تقدر تعمل لنفسك a pair of paste pants زوج من البنطلون المعجون. كنا أخدنا a pair of pants وقلنا إنها معناها زوج من البنطلون يعني بنطلون واحد. للتفاصيل بسمع الحلقة اللي هتظهر فوق هنا. المهم بيقول له you can make yourself a pair of paste pants تقدر تعمل لنفسك زوج من البنطلون المعجون يعني تقدر تعمل لنفسك بنطلون من المعجون اللي اتعمل من البودرة والمرطب. عشان كده كان بيسأل على لون المعجون. لو كان أسمر زي لون البنطلون الجلد كان هيعمل بنطلون من المعجون وخلاص. دي دماغ جوي. لا وقال لك ايه كمان and she will know the difference and she won't know the difference وهي لن تعرف الفرق. يعني مش هتعرف الفرق بين البنطلون المعمول من المعجون ده والبنطلون اللي كان لابسه. يا اخي يا ريتك ما ساعدته. يا اخي يا ريتك ما ساعدته. won't هنا اختصار لي will not and she will know the difference يعني وهي لن تعرف الفرق. اسمع بقى الحتة دي كلها كده تاني. Well, I'm just, if the paste matches the pants, you can make yourself a pair of paste pants and she won't know the difference.
Well, I'm just, if the paste matches the pants, you can make yourself a pair of paste pants and she won't know the difference. Well, I'm just, if the paste matches the pants, you can make yourself a pair of paste pants and she won't know the difference. هو انت فاكر كده خلاص؟ بص بقى ايه اللي هيحصل هنا كمان. Joey, do you have a minute? دخلت صديقته وبتقول له جوي do you have a minute؟ جوي هل لديك دقيقة؟ فاضي دقيقة بس نتكلم؟ فطبعا في مثل مشهور بيقول لك ايه؟ إن جت الست كملوا المثل في التعليقات بقى. تمام بص بقى هيقول له ايه؟ Dude, what am I Rachel's here, so good luck, man. Let me know how it works out. طبعا dude دي كلمة عامية ومعناها يا رجل أو الترجمة العامية يا صاحبي. dude what am I gonna؟ يا صاحبي ماذا سوف؟ وطبعا جوي قاطع كلامه وقال له Rachel's here. Rachel هنا. So good luck man. فحظ سعيد يا man. Let me know how it works out. Let me know how it works out. work out ده فعل مركب ليه معاني كتير، ولكن المعنى اللي معانا هنا هو يسير. عارف لما حد يقول لك مثلا الموضوع مشي معايا كويس او صار معي بشكل جيد؟ لا تعال نقول مثال عشان توضح اكتر. ممكن نقول The job interview worked out perfectly for her. مقابلة الوظيفة صارت بشكل مثالي بالنسبة لها. يعني الانترفيو بتاع الوظيفة بتاعها مشي معاها تمام واحتمال تاخد الوظيفة. The job interview worked out perfectly for her. The job interview worked out perfectly for her. Rachel's here. So good luck man. Rachel هنا. إذا حظ سعيد يا man. Let me know how it works out. خليني أعرف كيف صار. خليني أعرف موضوع البنطلون ده مشي معاك إزاي. روحت إزاي يعني من غير البنطلون. يا أخي يا ريته ما سمع كلامك. اسمعها تاني كده. Dude, what am I Rachel's here, so good luck, man. Let me know how it works out. Dude, what am I Rachel's here, so good luck, man. Let me know how it works out. Dude, what am I Rachel's here, so good luck, man. Let me know how it works out.